مش قلت لك يا صديقي إن الخطة اتغيرت والماسون تحولوا من مرحلة التمهيد إلى مرحلة الإفصاح؟ يعني إيه؟ يعني زمان زي ما قلت لك الماسونية علشان تعلن عن تواجدها كانت تجيب ممثل أو لاعب كورة أو مغني يعمل رمز العين الواحدة أو رمز 666 وهكذا، لكن خلاص ده كان في مرحلة التمهيد، كان آخرهم رسالة مشفرة في فيلم أو رمز بيأديه مغني، والأمثلة كتير سواء في الوطن العربي أو في الفن العالمي. لكن دلوقتي الماسوني عاوز يقول لك أنا موجود علانية، واللي زعلان يشرب من البحر. مش بس كده، ده بيقول لك الخطة بتاعتي اهي قدامك ولو راجل عطل تنفيذها. الماسونية اتعلمت من سيدها إبليس، اتعلمت الاعتزاز بالنفس والخيلاء والتفاخر، زي زمان لما إبليس قال لله عز وجل عن سيدنا آدم أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. دلوقتي برضو الماسوني عندهم نفس الاعتزاز بالنفس ده، كان ممكن عادي جدا ينفذوا خططهم من سكات، لكنهم دايما بيعلنوا عن نفسهم في تحدي للبشر جميعا. يعني مثلا من يومين طلع الحاخام يهوذا كابلون مرشح ترامب لمنصب منسق معاداة السامية، وقال كلام كارثي قدام العالم كله في لقاء حواري مذاع، لما قال الأمر يتعلق بالتعليم، لابد أن نعلمهم نحن ولا نترك الفرصة للمسلمين لكي يتعلموا من تلقاء أنفسهم. فمثلا يوجد في إندونيسيا 350 مليون مسلم، هل سنتركهم هكذا؟ لابد أن نغير حتى كتبهم المدرسية، ولا بد من تغيير جذري في تعاليم دينهم، وذلك عبر إعادة تشكيل عقول المسلمين. لابد من زرع دخلاء وسطهم يغيرون تعاليمهم بشكل مستمر. علينا أن نعلم نحن أطفالهم، فمثلا ليس عليهم أن يعلموا أطفالهم أن يكونوا شهداء، هذا سيخلق جيل قوي وعنيد وخطير وعنيف. وعلينا أن نخضع تلك الدول التي تعلم أطفالها هذه المفاهيم إلى المساءلة ونحاسبها. المستهدفون لخطتنا تلك 2 مليار مسلم من ماليزيا إلى غزة، والبداية ستكون من المساجد والمدارس. طبعا أنت مش متخيل إزاي يتم إذاعة حوار زي ده. طيب اسمع بقى التصريح الثاني واللي صدر من مورتن كلاين رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية. علينا تغيير النظام الديني والتعليمي في العالم العربي والإسلامي، علينا تغيير النصوص في كتبهم، وعلى قادة تلك الدول أن يتكلموا علنا ويدينوا الإرهاب الإسلامي. لابد من إدخال أتباعنا بينهم لنشتتهم ونشتت أذهانهم، كما أدخلنا الشباب المطبعين بينهم مثل نصير ياسين. ده خطاب اتقال قدام المليارات يا صديقي. صحيح، عارف مين الدخيل المطبع اللي اتكلم عنه ده واللي اسمه نصير ياسين؟ ده شاب إسرائيلي من أصل فلسطيني، شخص مطبع وبيحاول يطلع إسرائيل بشكل طيب وجميل. الشاب ده أسس شبكة وبرنامج اسمه ناس ديلي، وكان بينزل فيديوهات بيحث فيها الشباب على التطبيع. وأول ما ابتدى نصير ياسين يذيع الفيديوهات دي، قامت قناة نيو ميديا أكاديمي الإماراتية أخذت نصير وعملت له برنامج عليها علشان ينشر التطبيع براحته خالص. أهي نفس قناة التطبيع الإماراتية اللي اسمها نيو ميديا أكاديمي دي هي اللي بتنتج برنامج الدحيح وبتنزل حلقاته عليها.